السلام عليكم. اليوم راح أقدم لكم شرح برنامج كليك. برنامج المعروف هو كتابة بالخط الحر. قبل البداية أهم شيء الإنترنت لازم يكون مفصول. بعد ما نفصل الإنترنت نقدر نسوي تنصيب البرنامج. هذا الباتش الكراك، ندخل هنا على التنصيب. برنامج كليك هو برنامج كلمة كليك برنامج اسمها كلمة إيرانية تعني الخط الحر، وكثير من المصممين العرب يستخدمونه بكتابات عمل تصاميمهم. نضغط على أيقونة التنصيب، نضغط next، نختار المسار اللي راح يكون به البرنامج. أنا بالنسبة لي منصب عندي بجهاز، راح أخليه بمكان ثاني. بعدين نضغط next، نختار اللغة اللي راح يكون بها البرنامج. طبعا هاي تختلف عن حسب كل شخص. راح أبقي على الإنجليش. عملية التصميم ويعرض بعض المخطوطات والتصاميم المستعمل بها برنامج كليك. بعد ما يخلص عملية التنصيب نضغط على الفينش. حاليا البرنامج تنصب بطريقة كاملة عندنا. كليك 2010. حتى نفعل البرنامج ونشتغل به بطريقة صحيحة، ننقل الباتش، نسوي له كوبي، نروح للمسار اللي نصبنا به البرنامج، نضيف الباتش عليه. نشغل الباتش اللي مستخدمين ويندوز 7 ويندوز فيستا as a moderation. بعدين نضغط على يس. طبعا الويندوز عندي هولندي فيختلف. نضغط على باتش. هنا يختار المكان اللي البرنامج يتنصب بيه. طبعا انا نصبت عندي بالاي، بس المفروض يتنصب بالسي بروجرام فايلز سنس كليك 2010. فانا هنا راح اختار مكان اي بروجرامز كليك 2010. راح نشوف هنا كلمة done، يعني تم تفعيل البرنامج. أول خطوة حتى نشغل البرنامج كليك لازم نشغلها بنفس الطريقة as administration. البرنامج اشتغل كامل. شرح بعض الأدوات هسه. منا نكبر الشاشة، مثلا كتابة كلمة ندوس هنا على المربع. بعدين على هذه البيج تكست نقدر نمسح مثلا كلمة الأولى هاي، نكتب هنا كلمة الله. نضغط مرة ثانية على المربع حتى نكبر الخط. من هنا نقدر نختار الخطوط، أنواع: ثلث، تحريري، فارسي، ديواني، كوفي، رقعة. مثلا نختار خط الثلث أو الخط المولى. مثلا طلعت عندنا بهذا الشكل. إذا حبينا نغير مثلا شكل حرف الألف نحدده بالماوس
وبعدين رايت كليك other shapes، نختار مثلا الاشكال الموجودة او نفس الشكل هنا. اذا حابين نغير هذا الشكل other shapes، يعني مثلا other shapes مرة ثانية نختار. طبعا كل خط وبأشكال مختلفة. ممكن البرنامج يسوي لنا كلمات بشكل حلو، بس الأهم من هذا انه لما نخزنها ونتعامل بها بالفوتوشوب راح تكون بشكل أحلى. حاليا كتبنا الكلمة حتى نحفظها بملف PDF. لازم يكون عندنا برنامج الطابعة الوهمية. برنامج الطابعة الوهمية موجود مع الملف اللي راح تحمله Free Printer PDF. البرنامج يتنصب عادي بطريقة عادية، next 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 لحد ما نوصل آخر شي الفينش. من نخلص الكتابة ونريد نطبع الملف حتى نصدره بملف PDF، نضغط على البرنتر وبرنت سيت اب. هنا تطلع الملف البرنتر الموجود عندنا المربوطة بالجهاز. نختار البرنت بريمو PDF، نضغط على برنت هنا create PDF، نختار المكان اللي راح ينحفظ به والاسم. الله، نحفظ الملف بملف PDF. فوتوشوب نفتح ملف جديد، ندخل على نفتح الملف اللي عملناه من شوية. راح نشوف ان الملف عندنا كامل من غير خلفية حتى يسهل الاستخدام. الله، هاي الكلمة كم. مثلا عندنا بعض الأوقات نلقى هنا أكو بياض بين الأحرف مثل ما شايفين. هنا بياض، نقدر هذا البياض يعني الناس اللي يعرفون بالفوتوشوب أداة البن تول، ونمسح هذا الخط الأبيض. make selection الانترسب لون أسود. نفس الموضوع هنا عندنا. طبعا تأثيرات اللي تكون على الكلمة تكون يعني مختلفة من شخص إلى آخر. وبهذا انتهى الشرح. إن شاء الله راح أقدم لكم شروحات ثانية عن تصاميم واستخدام برنامج الكليك.